بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. دلوقتي مكملين وهناخد شرح الجرامر جديد في اللغة الإنجليزية. الجرامر بتاعنا النهاردة سهل وبسيط ومش هياخد معنا وقت من الآخر كده، لأننا بإذن الله دلوقتي هنتكلم عن صفات المقارنة وصفات التفضيل لطلبة الصف الثاني الثانوي. فأهلا وسهلا بكم يا أبطال. في البداية صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتكون مجهز الكشكول بتاعك وتكون في مكان كويس تستحضر نية التعلم وتركز معايا علشان هنبدأ حالا. طبعا لو انت متابع معايا في الشرح وبتذاكر ورايا أول بأول، فانت أكيد عارف إن أنا في يونت 3 شرحت لك الصفات والأحوال بالتفصيل. تمام، شرحت لك الصفات والأحوال بالتفصيل. أنا مش عارف هو ليه كاتبهم هنا تاني في يونت 4 في البداية، يعني كاتب لك أهو هي الصفة هي بتصف الاسم وتأتي غالبا قبل الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده. فأول مربع ده أنا شرحته قبل كده في يونت 3. تمام، فاحنا هنعديه وهندخل على الكلام المهم. ملخص يعني المربع ده ان هو بيقول لك ان الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله، وفي حالات بقى معينه الصفه يعني يعني ممكن يكون معاها موصوف او ممكن تكون من غير موصوف، وفي صفات ما بتجيش يعني قبل الاسماء مطلقا علشان حرام زي ما احنا قلنا لو فاكر يعني، وفي كلمات معينه الصفه بتيجي بعدها زي الكلمات. المهم تعالى بقى نتكلم عن موضوعنا. الموضوع بتاعنا يا سيدي ان احنا عندنا نوعين، شيء اسمه المقارنة وشيء اسمه التفضيل. باختصار المقارنة ER than، ER than. احفظ معايا، بص انا هكتبهم لك احسن. خلينا بس نكبر كده حتة حلوة عشان بس يعني تكون بيضة تمام وتكون باينة. بص تعالى كده نقسم الشاشة مع بعض اهو. هنا خلي التفضيل تمام، ده التفضيل اهو، وهنا المقارنة علشان مثلا تقارن بين مادتين، جبلين، بيتين، بنتين، لغتين، شيئين، اي حاجة، اكلتين، في شوية كده امور. في صيغة اسمها ER وصفة زائد زان، ER والصفة وزان. تمام. في برضو زمور وفي الزلس. تمام ماشي. هنا بقى في التفضيل EST، EST. تمام EST. وعندك برضو the most و the list. تمام اهو. تعالوا عشان بس ناخد الامثله بدل يعني ما نفضل نكتبها وهي اوريدي يعني مكتوبه، عشان بس الوقت يعني، فبدل ما كنت هكتبهم تاني هم مكتوبين هنا هم. تمام، فاحنا قلنا نعدل عليهم يعني على طول احسن. احنا عايزين الذكاء. تمام، هنا مثلا المقارنه هنقارن بين شيئين اهو، ER وزان، الصفه ER وزان. المفروض ان الصفه تبقى الاول، مش سوري يعني مش في النص، فالصفه هنحط لها ER وزان. تمام، انما بقى مور هي اللي معاها الصفه هنا في النص وبعدين زان. يبقى الارابيك از ايزر ذان انجلش. ما حصلش يقول لك ان العربي اسهل من الانجليزي، كده الانجليزي اسهل يعني، الكلام ده مش حقيقي. تمام تمام. اللايون اللي هو الاسد اكثر خطوره من الفوكس اللي هو الثعلب. تمام ماشي. التشيكن is less expensive than meat، ان الفراخ ارخص من اللحمه. تمام، فاحنا بنتكلم في مقارنه. صفه اهو، بص صفه ER than، او مور. طبعا ما كانش فيه زي ما كنت كاتبها فوق، هي مور على طول، مور والصفه وزان. وعندك برضو less اهو والصفه وبرضو زان، بس دي تعبر عن الأكثرية يعني الشيء أكتر وكده الأقلية. تمام. هنا بقى في التفضيل عندنا الصيغة المشهورة EST، صفة و EST. تمام،
بتميز يعني صفة التفضيل بين فرد ومجموعة أكثر من طرفين. تمام؟ تمام. ماشي. طيب اللايون طبعا ايه أكثر الحيوانات خطورة، فدي يعني الصيغة الأولى. الصيغة الثانية ذا موست والصفة، وذا ليست والصفة. يعني بيقول لك ان الارنب اقل الحيوانات خطوره، وكله بيعضوا خلاص في النهايه يعني. تمام. دي اول جزئيه معانا. هنا بقى يبدا يديك يعني ايه ملحوظات كده، تريكات بقى. يقول لك مثلا ان احنا الصفه القصيره بنحط لها اي ار. طب في صفه فيها اي حط لها ار بس يا سيدي، ولا تزعل نفسك؟ ما تزعلش نفسك خالص يعني، اهو اي ار. طب في واحده اصلا فيها اي اهو حط لها ار بس، ومال. بيقول لك بقى ايه لما تلاقي حرف ساكن وقبليه متحرك، صوت متحرك، تمام اهو، قصير، ثم يعني هنعمل ايه بقى؟ يعني هنحط المفروض ان احنا ايه اهو ضعف الحرف الساكن الاخير بنخليه يعني مضاعف. بص اهو، بص دي الاساس اهي عندنا اهو حرف ساكن وقبليه صوت متحرك، فبيقول لك ضاعف الحرف ده، خلي حط جي تاني وبعدين حط الاي ار عادي يعني. تمام اهو، ثم يضاف الاي ار نهايه الكلمه اهو. ماشي ماشي. هنا برضو نفس الفكره، الصفه القصيره هتحط لها اي اس تي. طب والله في واحده اصلا فيها اي، خلاص يا عم ولا تزعل نفسك حط الاس تي على طول. طب هنا فاست ذا فاستست، old the oldest، large the largest، close the closest. تمام. يضاعف الحرف الساكن برضو نفس الفكره اهو، لما تلاقي حرف ساكن حرف متحرك فضاعف الحرف الساكن حط الاي اس تي بعد المضاعفه. تمام. في شيء صعب؟ هل الكلام ده صعب؟ اللي حضر معايا المحاضره رقم 3 اصلا هيبقى يعني دايس معايا على طول، هيقول لي يا دكتور احنا اصلا فاهمين والكلام يعني واضح. تمام. طيب بيقول لك مثلا لو انت عندك الواي دي شقيه شويه، فبيقول لك حول الواي لاي وكمل قاعدتك عادي، خلاص حط الاي ار. تمام تمام. برضه نفس الفكره، لما بتلاقي الواي دي هي اصلا دايما بتحول لاي وبتكمل القاعده بتاعتك. تمام. ايزي ايزير، happy happier، lazy lazier، healthy healthier. easy برضو the easiest، happy the happiest، lazy the least، healthy the healthiest. تمام تمام. بتحول الصفة الطويلة إلى صيغة المقارنة كالتالي مع more أو less والصفة ما احنا عارفينها يعني more لو أكثر والأقلية less. طبعا هنا لو الصفة طويلة بنستخدم the most أو the least. يبقى بصوا هنا اهو هعمل لك مقارنة المقارنة مقارنة المقارنة. هنا مقارنة التفضيل، مقارنة التفضيل. لو الصفة قصيرة حط اي ار، الصفة واي ار. لو صفة طويلة وكثيرة أكثرية يعني هتبقى ايه مور والصفة طبعا. تمام. لو الصفة قصيرة وقليلة، ثواني بس، قصيرة ايه؟ لو الصفة طويلة عادي بس ايه قليلة يعني أقلية تبقى less زائد الصفة. تمام. ده في المقارنة. في التفضيل لو الصفة نبدأ بقى بالقصيرة، مش عارف الطويلة معلقة ليه. صفة ايه قصيرة تبقى ايه الصفة واي اس تي. تمام. طب لو الصفة طويلة ويعني أكثرية تبقى ايه؟ تبقى طبعا هنحط ايه ذا موست والصفة.
طيب صفة طويلة وقليلة تبقى the list زائد الصفة. عايز تكتبهم اكتبهم. تمام. هنا ملاحظات بقى. تقول يا دكتور واحنا كده خلصنا قاعده ولا ايه؟ اقول لك والله بيني وبينك خلصناها. تمام. بس في شويه ملحوظات كده ايه هنقراهم مع بعض علشان في ناس بتحب ايه تقرا الملحوظات دي. بيقول لك يمكن استخدام ليس قبل الصفات القصيره ولا يمكن استخدام مور. وماله يا سيدي؟ احنا عندنا اصلا المفروض ان لا مور ولا لس مع اللي هو ايه الصفات القصيره، لان الصفه القصيره بتبقى اي ار وخلصنا. تمام. انما هو بيقول لك هنا في استثناء ممكن تستخدم لس، انما مور لا حرام. احمد سترونجر ذان علي. احمد ده يعني اقوى من علي. تمام. ماشي. دي الجمله الطبيعيه اللي هي اي ار مع الصفه القصيره. طيب ممكن تعملها بليس عادي. هتقول علي از ليس سترونج ذان احمد، يعني علي برضو ايه اقل قوه من احمد او احمد اقوى منه. تمام. هي بس ما ينفعش تعملها بالصيغه دي. ما ينفعش تحط معاها مين؟ مور لا. مور لا. تمام. يقول لك يمكن استخدام الظروف التاليه. يمكن استخدام الظروف التاليه قبل صفات المقارنه لتقويض او اضعاف الصفه. يعني عايز تزود في الدرجه بتاعتك فممكن تستخدم ظرف من الظروف اللي هي قدامك دي، زي مثلا even او much او a lot او far. تمام. يعني بيقول لك ان السفر عن طريق القطار ده طبعا بطيء قوي بالنسبه للطياره. تمام. تعالوا بقى ناخد حته ايه مهمه. في حته بقى هنا ايه مهمه قوي. ممكن استخدم صفه التفضيل بدون ذا بعد الاعداد الترتيبيه زي ما احنا قلناها. زي ما قلت لك ان القاعده دي تعتبر مشتركه مع الكلام اللي احنا ايه شرحناه قبل كده. بيقول لك مثلا ممكن نستخدم في الجزئيه دي ممكن استخدم حرف الجر اوف او ان بعد صفات التفضيل. هو بيكون افضل لاعب في الفريق. ايه المشكله يعني؟ مفيش مشكله خالص. تمام. قمه ايفرست دي اعلى قمه في العالم. تمام. سما بتعتبر الامهر في اخواتها. تمام. يفضل استخدام اوف قبل السنوات. ماشي. يعني عمي توفى في 2016 فدي كانت اسوأ سنه يعني. تمام. طبعا هنا الصفه عباره المقارنه منها عباره التفضيل، فانت مطلوب منك تحفظ الصفه، تحفظ المقارنه بتاعتها بتبقى عامله ازاي والتفضيل بيكون عامل ازاي. يعني الجزئيه دي حفظ بحت يعني مفيهوش اي مشكله. تمام. تعالوا ناخد الحته اللي هي بقى ايه التساوي والكلام ده اهو. لو انا عايز استخدم اعبر عن التساوي فاز والصفه واز. از زائد الصفه زائد از. تمام. مثلا آية is as old as ندى، يعني هي في نفس عمر ندى، هما الاثنين عندهم 17 سنة. تمام. ان انت تشرب الجوز مبكرا نفس افادة الفريش فود. تمام. ماشي. نفس الافادة. طيب في حالة النفي هتبقى as والصفة واز بس هتزود نوت قبل از الاولى، يعني هتبقى نوت as زائد الصفة زائد as بس كده اهي. بس هنا نفي، هنا اثبات. تمام. ماشي. مثلا هما مش في عمر بعض، انا مش في نفس عمر الواد ايه عمر ده. تمام. لاحظ ان ملحوظه يعني حلوه كده، بيقول لك ان الصفه يعني as زائد الصفه زائد as دي بتساوي كلمه the same
والاسم من الصفه، الاسم من الصفه وكلمه از. يعني مثلا احمد از اولد از حسين، يعني احمد في نفس عمر الواد حسين. تمام اهو از والصفه واز. تمام. هي لما تقول احمد از ذا سيم وتجيب الاسم من الصفه، فاولد دي صفه، عايزين الاسم ايج اهو، يبقى احمد از ذا سيم ايج از حسين. تمام. طيب مطلوب منك ايه في الجزئيه دي؟ ان انت تبقى عارف الصفه وعارف الاسم منها. هل هم كاتبين كده؟ ايوه كاتبين كده اهو، ادي الاسم او ادي الصفه وبعدين الاسم، صفه او اسم. برضو تحفظ لي الجدول ده. تمام. ماشي. تعالوا كده نشوف اي شيء تاني هنا. ملحوظات، لاحظ استخدام صفه المقارنه بدون ذا. المفروض ان احنا مور والصفه وذان. طب المفروض يعني للطبيعي، الطبيعي ايه يا جماعه؟ الطبيعي ايه؟ بص الطبيعي ايه؟ الطبيعي مور وصفه وذان، ده الطبيعي. حلو حلو. هو بيقول لك ايه؟ ممكن نشيل ذان. ممكن نشيل ايه؟ ذان. هاني is more intelligent than سامي. والواد هاني ده يعني اكثر ذكاء من الواد سامي. سامي is intelligent but هاني is more intelligent. لكن هو يعني سامي ذكي بس الواد هاني اذكى منه شويه، فهنا انا استخدمت عادي مور والصفه من غير ما احط كلمه ذان علشان اصلا في نهايه الجمله، لكن لو هي في نص الجمله فلازم نستخدم ذان عشان احط بعديها شيء تاني. تمام. في عندك تركيبه اسمها كلما ذا وجمله السبب وصفه مقارنه، وذا وجمله النتيجه وصفه مقارنه اهي. The harder you study the higher marks you get. كلما ذاكرت كويس وبجد كلما ان انت ايه يعني حصلت على درجات اعلى، فكلما ذاكرت كويس وبجديه كلما حصلت على درجات اعلى. تمام. يبقى ذا وجمله السبب. تمام. وان انت ايه كلما ان انت ايه حصلت على درجات عاليه جمله ان نتيجه. طبعا هنا طبعا صفه المقارنه هي المذاكره. تمام. جمله النتيجه. تمام. يقول لي ماشي. هنا طبعا في بعض الصيغ وبعدين التدريبات. طيب تعالوا كده نشوف الدنيا، يعني اخر جزئيه معانا. خلينا طيب ايه نشوف يعني ايه الجزئيه دي في دقيقتين كده على السريع. تمام. ف يعني ايه على السريع كده. تمام. نشوف كده يا جماعه مع بعض اهو. بيقول لك يعني ايه ان انت عندك جمله تفضيل بتساوي ايه نو جمله التساوي. النيل the Nile is the longest river in the world. يعني النيل ده اطول نهر في العالم. او عادي اعملها بالنو وجمله التساوي اقول no river is in the world is as long as the Nile. يعني مفيش نهر في العالم، لا يوجد نهر في العالم في طول النيل. تمام كده او كده. جمله التفضيل مع الفاعل. تمام. وهاز او هاف وايفر وبي بي. ماشي. تعالوا كده نشوف. طيب she is the most beautiful girl I have ever seen. دي افضل فتاة، دي اجمل فتاة انا شفتها لحد دلوقتي. تمام. دي اجمل فتاة انا شفتها لحد دلوقتي. تمام. فانا اعملها ازاي بقى اهو؟ هتبقى الفاعل وهاز او هاف وحط مثلا نيفر او ايفر والبي بي. تمام اهو. I have طبعا have عشان I have never seen such ونكمل بقى such a beautiful girl. such والصفه واسم. عارفين الموضوع ده؟
دي تركيبه يعني بتتحفظ كده زي ما هي. تمام. علي is the cleverest boy I have ever known. ده الواد علي ده اشطر ولد انا عرفته لحد دلوقتي. انا عايز اتكلم باسلوب بتاعي انا، فابدا بالفعل يعني اللي هو انا I have واحط never بي I have never known، وبعدين اللي هو a boy، وبعدين بقى نكمل as we clever we as we علي. تمام. او يعني ممكن اعملها بالشكل ده وبالشكل ده عادي. الجملتين دول متاحين معايا. عندي طرف اول تركيبه رقم 3 وتركيبه رقم 3 والاخيره معانا طرف اول، وبعدين بي واز والصفه واز وطرف ثاني. ممكن برضو تبقى الطرف الاول هاز او هاف ويز سيم والاسم من الصفه، واز والطرف الثالث الطرف الاول اند والطرف الثاني هاف ذا سيم الاسم من الصفه الطرف الاول، واند والطرف الثاني، وبي واوف ذات ايم والاسم من الصفه. هنعرف ونفهم من الامثله. آية is a beautiful، آية is as a beautiful as مريم، يعني هي نفس الجمال. تمام. طب آية has the same beauty as مريم. لو أنا عايز بقى أستخدم كاسم يعني، ما دي صفة، عايز الاسم بستخدم مين؟ the same. تمام. طب عايز أتكلم بقى إيه بالأسلوب ده وبالأسلوب ده عادي، يعني أجيب الاتنين بعد and، يعني آية ومريم نفس البيوتي نفس الجمال. آية ومريم ممكن أعملها كده وممكن أعملها كده the same beauty، ممكن أعملها يعني بهاف أو بار. انتوا كلتوا دماغنا يا آية انت ومريم بالجمال بتاعكم كده. الحمد لله خلصنا جزئية الشرح في الحتة دي مهمة قوي تانية ثانوي. بعد ما شرحنا طبعا، يلا طبعا ايه دلوقتي ايه ننتقل الى جزئية الحل. وزي ما انت عارف جزئية الجرامر كامل هينزل لك بشكل مجاني على اليوتيوب، لكن في اجزاء تانية فوكابلري شرح الكلمات والحل على الكلمات، مهارات الخارجيه، السكيلز الخارجي، الترجمه، القطعه، الاسيه، القصه، كل ده في الجزء الثاني اللي هو باشتراك، وده مش مفتوح مجاني على اليوتيوب. لو انت حابب تكمل معانا في الجزء الثاني فبتكلم الرقم اللي هو هيظهر معاك دلوقتي في الاعلان في الفاصل، وتعرف ازاي بتحجز في الجزء الثاني. ويلا بينا ايه ننتقل الى جزئيه الحل. فهمت الجرامر بأحسن شكل وحليت عليه كمان. ده كان الجزء الأول من منهجك، وده نازل كامل بشكل مجاني على اليوتيوب. لكن الجزء التاني بقى، وده الأهم، الجزء ده هو اللي عليه الدرجات الكتيرة في الامتحان. هتلاقي فيه شرح الكلمات والسكيلز الخارجية، القطعة، الترجمة، الإسي، وكمان القصة. يعني ده فعليا اللي هيفرق في مجموعك، واللي هيخليك داخل الامتحان وانت مطمن انك ماسك كل ركن في المادة، ومع الدكتور انت في امان. الشرح منظم، المذكرات جاهزة، الامتحانات محلولة، والمتابعة مستمرة معاك خطوة بخطوة لحد ما تدخل الامتحان وانت واثق. لو حابب تكمل، الاشتراك الشهري 150 جنيه بس. هتحول على رقم فودافون كاش 01096868361، وبعد التحويل تبعت سكرين شوت بالعملية زائد اسمك الثلاثي زائد صفك الدراسي على نفس الرقم الواتساب، وهتدخل فورا جروب المتابعة الخاص بالطلبة المشتركين. ولو حابب تستفيد أكتر في عرض ما يتفوتش، اشترك في باكج الترم الأول كامل 3 شهور ب 350 جنيه بس بدل 450، يعني وفر 100 جنيه وضامن مكانك لحد الامتحانات. مع الدكتور الإنجليزي السنة دي هيكون أسهل مادة عندك ومصدر درجاتك العالية. اهلا بكم يا تانية ثانوي. تعالوا مع بعض دلوقتي نحل شوية اسئلة عن الجرامر بتاعنا في يونت 4. طبعا احنا بنحل من ملخص المعاصر، واحنا دلوقتي في يعني صفحة 203. تمام. يلا مع بعض كده نحل اول سؤال. بيقول يعني ايه، زي ما احنا عارفين يعني احنا بناخد الترجمة بالاجابة على طول يعني عشان الوقت. تمام. كرة القدم هي الاكثر شهرة في مصر، يبقى ايه الإجابة الصح؟ the most popular، يعني هي أشهر لعبة في مصر. يبقى الإجابة الصح إيه؟ تمام يا جماعة؟ ماشي. يلا اللي بعديه. يقولك إن هذا الكمبيوتر
يعني مش غالي، not as expensive، يعني هو مش غالي. تمام. زي اللي انا اشتريته امبارح. تمام. يبقى as والصفة واز، يبقى احنا عايزين ايه هنا؟ عايزين طبعا ايه؟ as. تمام. اهي بي. ماشي. يلا رقم 3. هي طويلة زي سما. تمام. هما يعني تقريبا نفس الطول. تمام. يبقى هما طوال زي بعض، احنا عايزين الصفة طول. تمام. يلا السؤال اللي بعد كده رقم 4. الكرسي ده يعني ايه؟ أقل راحة من الأريكة، يعني الكنبة يعني. تمام. فالكنبة يعني تبقى ايه؟ مريحة أكتر. تمام. يبقى ايه؟ is ايه؟ less. is ايه؟ less. فين هي؟ اهي less. less comfortable. تمام. ماشي. يلا اللي بعديه رقم 5. هذه هي أكبر شركة في العالم. تمام. يبقى أكبر شركة في العالم يبقى biggest. تمام. أهو اللي مذاكر القاعدة يحل بسهولة. تمام. رقم 6. طيب الإنجليزي أسهل من أي لغة أخرى، أو الإنجليزية يعني أسهل من أي لغة أخرى. يبقى إيه؟ either C. طبعا دي حقيقة، يعني إن الإنجليزي سهل جدا. في ناس بتقول الفرنساوي أسهل من الإنجليزي. تمام. ما علينا يعني. المهم رقم 5. شكلك فرحان قوي من امبارح، يعني شكلك ايه؟ يبدو يعني ان انت فرحان عن امبارح. تمام. يبقى much ايه؟ happier. much happier. رقم 8. هو ليس موثوقا. تمام. زي صديقه، يعني متقدرش تثق فيه زي صديقه. هنختار ايه في رقم 8؟ he is not reliable as his friend. متقدرش ان انت تثق فيه زي صديقه. رقم 9. الطعام ليس جيدا تقريبا، يعني زي ايه؟ امبارح، يعني الاكل النهارده مش كويس، مش مستوي كويس زي امبارح. يبقى so good as. عايزين الصفة يبقى good. رقم 10. علاء طبيب أفضل من عمر. إن علاء يعني دكتور شاطر عن عمر. تمام. is a better. is a better. رقم 11. بيل أكثر ذكاء بكثير من توم. أكثر ذكاء يبقى إيه؟ more intelligent. more intelligent. ماشي. رقم 12. لا أحد في شركتنا كفء زي عبد الرحمن. لا أحد في شركتنا كفء زي مين؟ زي عبد الرحمن. الإجابة الصح هتكون ايه؟ نركز كده. مفيش حد يعني ايه في الشركة يعني كفاءة يعني وكده زي ايه عبد الرحمن. تمام. يبقى طبعا هنختار مين؟ يلا فكر كده. يبقى as والصفة وas. رقم 12 as والصفة وas اللي هي ايه؟ اهي as efficient. as. تمام. ماشي. رقم 13. هو لديها أصدقاء أكثر مني. يبقى more friends. عنده ناس كتير أكتر مني. رقم 14. هو يعتقد أن النساء سائقات أفضل من الرجال. بيقول يعني إن البنات بتسوق أحسن من الرجالة. تمام. فده اعتقاده الشخصي يعني. تمام. يبقى نختار ايه في رقم 14 نركز فيها؟ فود بيتر بقى، يعني احنا عايزين ان هو ايه يعني. هنا طبعا المفروض لا، هو مش بعتقد ان انا كان نفسي الاقي بيتر، بس لا مفيش بيتر. هو عايز يقولك لا، ان البنات بتسوق اسوأ من الرجالة. فاهمينها دي؟ يبقى ايه؟ worst. اهي worst، يعني المهم بيسوق ايه؟ وحش خالص من الرجالة. تمام.
تمام. يلا اللي بعديها رقم 15. رقم 15. أيهما أطول، النيل أم الأمازون؟ أيهما أطول، النيل أم الأمازون؟ is longer، مين الأطول؟ رقم 16. رقم 16. لم تقم بعمل كثير مثل ما قمت أنا به، يعني بقول له أنت ما اشتغلتش كويس زي ما أنا اشتغل. طب والعمل طبعا شيء لا يعد، مقدرش عنده، يبقى ماتش. رقم 17. كلما كان الطقس أدفى يعني شعرت بحال أفضل، لما يكون الطقس كويس بتشعر بحال أفضل، يبقى بيتر، بتشعر كويس يعني. تمام. رقم 18. لا أقرأ كتبا كثيرة مثل ما تفعل أنت، بقول مش بقرأ كتب كتير زي ما أنت ما بتقرأ يعني وكده. فأنا عندي كلمة ميني، أي كلمة ميني، كلمة ميني مع بوكس الكتب. رقم 19. من بين الأربع طلاب باسم هو الأذكى، من بين الأربع طلاب دول الواد باسم ده هو الكليفرست، هو ايه الذكي، كليفرست. تمام، يبقى رقم دي. رقم 20. الزهرة البيضاء جميلة لكن أعتقد أن الحمراء أجمل. الزهرة البيضاء دي جميلة بس أعتقد أن الحمراء هي تكون الأجمل. تمام، يبقى هتبقى ب. تمام، بس كده حل انت بقى الباقي. انا حليت معاك اول 20 زي ما احنا متعودين اننا بنحل اول 20، والباقي انت بتاخد واجب وتحله مع نفسك. تمام، وبالتوفيق بإذن الله.